اللي هتشوفوه في الكوميكس ده أظلم بكتير من أي حاجة ممكن تتخيلها. الموضوع كله كوابيس صريحة من أولها لآخرها. القصة بتبدأ شكلها عادي وبعدين توصل لدرجة الجنون. ده أصل شخصية أبسولوت جوكر، وكمان في حاجة حلوة أوريها لكم في الآخر. الجزء ده بيبدأ بألفريد. ألفريد بيحكي لبروس وين عن طبيعة أبسولوت جوكر. هو بيقول له الموضوع ده جه وقته يا ولد، كنت مأجل الكلام ده على قد ما أقدر، بس لازم أحكي لك عنه. بروس وين بيرد عليه وبيقول تمام أنا جاهز. بس الحقيقة بروس مش جاهز خالص، لأن ألفريد بيكمل. الغريب يا بروس أنا متابع الراجل ده بقاله 3 سنين ولسه مش متأكد إيه حقيقي وإيه مجرد كذب. بعض الحاجات واضحة وبعضها مش مفهوم خالص. بروس هنا بيقوله يعني إيه الكلام ده؟ ألفريد بيكمل كلامه. الراجل ده عنده جزر كتير حوالين العالم، وكمان في جزر صغيرة مش مأهولة ومستحيل كمان تتبني عليها أي حاجة. أماكن غريبة ومضيع فلوسه عليها، بس هو بينفق فيها مليارات وبيسافر ليها كل فترة لوحده. فلما بروس وين سأل طيب ليه؟ ألفريد قال له دي بقى هي النقطة، محدش يعرف. حتى كمان الأقمار الصناعية بتوري إن مفيش حاجة هناك. النظرية بتقول إن هو بيحب يصطاد، بس هو لغز يا بروس. الراجل الأبيض اللي مش بيضحك أبدا ده. بروس قال له تمام خلاص، انسى الصح والغلط. يا ألفريد قول لي انت بقى مؤمن بإيه؟ في اللحظة دي الراجل اللي قدامنا مش بروس، ده أبسولوت جوكر. ظهر على واحدة من الجزر دي، وكل اللي هتشوفوه بعد كده هو. ألفريد كمل. القصة كلها بدأت هنا مع واحد من أول الأفلام اللي اتصورت، يمكن أول فيلم أصلا سنة 1888، نفس سنة مشهد حدائق الأمير. بروس سأل طيب ده مين؟ ألفريد قال له جده الكبير. بروس الراجل اللي لابس طاقية طويلة؟ ألفريد قال له لأ، اللي بالمكياج، الصبي المهرج اللي يسمى جوزيف كريم جاك. القصة بتقول إنه اتربى يتيم في شوارع جسم وعمل معيشته كفنان شارع. الناس قالت إنه كان شاطر جدا، أفضل واحد في المنطقة، وضحكته كانت بتسمع على مسافات كبيرة رغم إن هو نفسه عمره ما ضحك. سمعة جاك كبرت وكسب فلوس كويسة. استثمرهم هنا في مسرحه الخاص اللي سماه جاست كيدينج، أو بالاختصار كده نقدر نقول جي كي. بعد كده بدأ يستثمر في الأفلام الصامتة. كان المنافسة هنا يعتبر شديدة، بس جاك كان دايما ناجح لأنه بيضحك الناس أكتر حد. لما بقى عنده 40 سنة جمع ثروة وبقى عضو في أندية النخبة في جوسم، وكان عنده صالون كل يوم خميس مع ناس كبار، وده علشان خاطر يدعموا الصحة ويقدموا الناس. بالرغم بقى من كل ده هو عمره ما حب يبان في الضوء. مفيش تقريبا صور ليه ولا حتى مقابلات، وسجلاته قليلة جدا. في الحقيقة هو موجود أكتر في العروض اللي عملها والأعمال الخيرية. جاك كان شخصية كبيرة لكن غامضة، فهو محسن كبير ده يعتبر موثوق رغم إنك مش هتلاقي اسم مكتوب على أي حاجة. فهو كمان مهتم خصوصا بقضايا الأطفال، وده طبيعي بالنسبة لشخص اتربى يعتبر تربية صعبة زيه. فالمبدأ بتاعه هنا كان إيه؟ عيش زي المهرج وسيب العالم يضحك أكتر لما تمشي. السجلات بتقول إن جاك مات سنة 1938 واتدفن في سرداب العيلة في المدينة، ورغم كده إرثه استمر في ابنه جاك جونيور اللي استلم شغل العيلة في العشرينات ووسع الشغل أكتر زي أبوه جاك جريم التاني. استثمر في الترفيه اللي يضحك الناس، وبقى من أوائل المستثمرين في التلفزيون. عمل شركات هنا تابعة لجاست كيدينج كلها متسماة على أسماء مهرجين مشهورين. وكمان زي أبوه هنا فضل ملتزم بالأعمال الخيرية خصوصا للأطفال، وفتح كمان دار أيتام في كل أنحاء أمريكا. طيب هنا في الستينات ابن جونيور جاك جريم الثالث بقى شخصية مركزية في جاست كيدينج، وبدأ هنا واحدة من أول شبكات الكيبل المخصصة للكوميديات وبرامج الأطفال. جاك الثالث هنا كان داعم كبير للبث العام. جاك جريم الرابع اتولد هنا في آخر السبعينات ودخل الشركة في مجال ألعاب الفيديو، وكمان وسع نشاط جاست كيدينج الخيري ليشمل قضايا عالمية. وده بقى بيوصلنا لجاك جريم الخامس، الشاب الذكي والأنجح. كان من أوائل المستثمرين في منصات الألعاب الأونلاين سواء الأجهزة أو حتى السوفت وير، وكمان داعم رئيسي للجي بي يو اللي العالم كله بيشتغل بيها. تقريبا هنا وصل لمستوى التريليونير. جاك الخامس وسع جدا أعمال جاست كيدينج الخيرية، من برامج تعليمية عالمية لمنظمات سلام للأدوية والمساعدات الإنسانية. الناس اللي تعرفه بيحبوه ويحترموه جدا. بروس هنا بيسأل ألفريد طيب فين الأدلة؟ ألفريد هنا بيقول له فين أدلة إيه؟ بروس قال له فين الحاجة اللي تخوف؟ إيه المخيف أصلا في الراجل ده؟ ألفريد قال له على الورق مفيش حاجة تخوف فيه، العكس بالعكس،
ده الفصل الخامس في قصة عيلة بنت ثروتها من حبها الأول. المهرج اللي بيخلي الناس حوالين العالم يضحكوا أكيد غريب الأطوار، بيحب يصطاد لوحده على جزر نائية، لكن كل الأغنياء أغرباء شوية، مش صح برضه؟ ده قصة نجاح أمريكية كلاسيكية. بروس بيرود: أنا ما سألتكش عن القصة، أنا سألتك عن اللي أنت تؤمن بيه. وفي اللحظة دي على الجزيرة أبسولوت جوكر شغال بيصطاد ويقتل حيوانات، وفي فقاعة كلام تقريبا همس من حد بره المشهد. الفريد قال: تمام يا ولد، بس علشان خاطر نفهم ده لازم نرجع للبداية، للصبي اللي كان في الركن كده على جنب. وبيوضح اننا هنرجع للموضوع ده كذا مرة، لان جاك الصغير كان دايما بيشتغل في العروض. فجاك الصغير ده بقى كان بيشتغل بره عيادة سنان سنة 1880. في الوقت ده كانوا لسه عاملين غاز ضاحك في علاج الاسنان. جاك هنا كان بيتسلل ويطلع الغاز هنا في الشوارع، وبيخلي الناس تضحك صح، بس كمان بيخليهم متأثرين بالغاز، فيخليهم هنا يسلموا ليه كل فلوسهم. اللي كان بيعمله ده كان يعتبر خدعة، زي الحيلة اللي جاك الأب كان بيعملها لما كان بيمول منافسيه في العروض أو في السينما يلعب طرف ضد طرف. ده اللي الأبحاث بتوريه عن عيلة جريم، دايما بيستثمروا في الجنبين. بقالهم يعتبر نص قرن رجال العيلة بيستثمروا في حاجة وكمان العكس بتاعها. الموضوع مش بس ترفيه، ده شامل كل حاجة في الحياة. بيمولوا الحرب، وكمان اللي بيستغلوا المساعدات بيستثمروا في أخبار يمين وشمال، السلام والحرب، الجرائم والسجون. ممكن يكونوا أقوى عيلة جرامية في التاريخ، كل واحد ضد التاني، بيكسبوا من الفوضى اللي هم عملوها، ومفيش عندهم ولاء لأي بلد ولا لأي مبدأ غير السلطة. بروس هنا بيسأل تاني: بس ليه؟ كام فلوس ممكن تكفي كل الكلام ده؟ الفريد رد: أنا دايما برجع للمبدأ بتاعه، عيش زي المهرج. المهرج بيلعب دور الأحمق وفي نفس الوقت بيخلي كل الناس يكونوا مغفلين. الراجل ده عبقري مخطط، ومفيش ذهب في العالم يكفيه، مفيش حاجة تكفيه. بعدها بقى بنشوف كوخ على الجزيرة، والجوكر بيجري حواليه كأنه بيلاحق حد، وبعدين بيقول: ألو، هو في حد هنا؟ ألفريد بيشرح: ده التقرير اللي بعته للمسؤولين بتوع M16. وبتتحول القصة راجل كبير بيطلع جنب المية وبيسأل: في حد هنا؟ الراجل ده بيقول: الحمد لله، أنا محبوس في الجزيرة لوحدي تقريبا 30 سنة، مش عارف ازاي وصلت هنا. وبعدين يكتشف ان ده جوكر، ويقول له: ازاي؟ والجوكر هنا بيرد: اجري. والراجل بيهرب بسرعة ممكنة. العبقرية في القصة كلها ان عيلة جريم دايما بتلعب الجنبين، زي حروب الذهب القديمة. الناس اللي بجد كسبت فلوس كانت اللي بتبيع المجارف والفؤوس، مش اللي بيحفروا علشان خاطر يخرجوا ذهب. اللعب على الجنبين هو الطريقة الوحيدة للنجاح في عالم ابسولوت يونيفرس. فبروس هنا بيقول لألفريد: مش مهم ايه اللي بلغته للمسؤولين بتوعك، انا بس عاوز اعرف هو انت مؤمن بايه. الفريد حاول يتهرب وبيقول: مش عارف اذا كنت عاوز اتكلم عن ده ولا لا. بروس ضغط عليه وقال له: قول لي. الفريد رد: تمام يا بروس، بس ده ممكن يبان مجنون شوية، لازم نرجع للشارع ده مرة تانية وكمان المهرج. لما عملت بحث أعمق اكتشفت إن كتير من الناس اللي كانوا بيضحكوا في الفيلم ده ماتوا قريب بعد التصوير، مشوهين من الألم، ضاحكين بطريقة مرعبة. السبب كان تسمم شديد بالسم، نوع نادر جدا من السموم اللي الجسم ممكن يمتصه من الجلد. فكتير من الناس اللي اتعاملوا مع جريم على مر السنين انتهوا بطريقة غريبة ومأساوية. بعضهم انتحر، بعضهم اختفى، منافسين في البيزنس، سياسيين أو حتى كمان صحفيين في التسعينات. واحد من زمايلي في الاف بي اي يسمى هارفي هاريس بدأ تحقيقه ومات في حادثة على مركب. بروس سأل: انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ الفريد رد: في مشروع مظلم يا بروس، عندي سجلات عن استثمارات عيلة جريم في أخطر الاختراعات في ال100 سنة الأخيرة، من القنبلة النووية للأسلحة البيولوجية لفيروسات، في سجلات ليهم وهم بيضحكوا وهم بيختبروا الأسلحة دي. فاحنا هنا برضو بنشوف إن أبسل جوكر بيجري ورا الراجل ده على الجزيرة وبيلعب معاه زي لعبة أخطر لعبة كده. بروس في نفس الوقت هنا سأل ألفريد: أنت عاوز توصل لإيه؟ قولها. الفريد قال: ممكن الجزر دي هي المكان اللي بيحط فيه أعدائه، يسيبهم هناك سنين لحد ما يحس ان هو عاوز يلحقهم. بروس برضو معاه قال له: كمل، هو انت مؤمن بايه؟ الفريد قال: انا مؤمن انه بيستغل الاطفال يا بروس. الاول كانوا في دار الايتام، ودلوقتي بيستخدم حاجه تانية، لقى طريقه مش عارف، ممكن خلاياهم، ممكن ابحاثه في الاي ار سي، نوع من الاكسير مظلم. بروس هنا سأل: يعني مين هو؟ الفريد قال: المهرج يا بروس. المهرج ده كله تمثيليه قاسيه على البشر، أحمق وغاضب من الإنسانية من زمان لحد دلوقتي في الأساطير والحكايات. في مهرجين أشرار بيحرقوا الممالك، بيخلي الناس تقتل بعض، وفي نفس الوقت هما بيستغلونا. المهرج ده هو الموت. وبعدين ألفريد بيحكي عن الجانب المظلم أكتر. أبسولوت جوكر بقى هنا بيجري ورا الراجل على الجزيرة، وفجأة بيتحول، بيقول: أنا جاي لك، والراجل بيندهش ومش قادر حتى يضحك بشكل طبيعي.
بروس قال بطل تلف وتدور حوالين الموضوع، قول اللي مؤمن بيه. ألفريد قال أنا مؤمن إن مفيش عيلة جريم أصلا، مفيش جاك أول أو حتى تاني أو تالت أو رابع ولا حتى كمان خامس، في دايما جاك جريم واحد وهو ده. فهو ممكن يكون علم مظلم أو حاجة شيطانية، ممكن يكون الاتنين مع بعض. ألفريد بيكمل لما بشوفه يا بروس هو شيء رهيب، كابوس بيطارد الأرض، مش راجل مش بيضحك، ده وحش دايما بيضحك علينا، ضحكته بنسمعها بس لما بيبقى فات الأوان. بروس سأل يعني برضه مين هو؟ ألفريد قال له ده الجوكر. وفجأة هنا بقى الجوكر بيتحول لوحش ضخم ومرعب ما شفتهوش بعيني قبل كده. القصة كلها حرفيا كابوس، علشان كده الفنان جوك رسمها كده، عارف يرسم الكوابيس صح. فبروس وين قال ببساطة كفاية، سمعت اللي كفاية. في اللحظة دي بقى ألفريد حاول يوقف نفسه، قال لا لازم أروح أطمن على وان. بس بعد كده ألفريد بيبقى لوحده بيفكر، شاطر أيها العجوز، الولد ده مش عامل حسابه على اللي جاي. صح كان عاوز قتال، عاوز يضرب ويرد، لكن السنة اللي فاتت كلها العالم فتح نفسه قدامه ووراه وشه الحقيقي. كل الوحوش وحوش في كل مكان بيبص عليه. بيكمل ألفريد تاني يوم لقيته بيتفرج على قصة عن ست في جيت واي سيتي بتقول إنها ساحرة، نوع من محاربة الملوك من الجحيم، وده طبعا يعتبر إشارة لأبسولوت وندر وومن. ألفريد هنا بيقول لنفسه على قدره، هو مستمر بيكمل قدام. بس انت هل هتحكي له عن جريم علشانه؟ لا انت حكيت له لانك مش قادر تعيش مع ده، علشان خاطر جواك انت جبان. وبيكمل هنا ألفريد امبارح بس في تقرير حط جريم على واحدة من جزره عند سواحل كولومبيا، بس انت هنا ما سبتش الموضوع حتى لو جريم كان بعيد 3000 ميل عن جوسام. بس الحقيقة هو مش بعيد 3000 ميل عن جوسام، الجوكر هنا وظهر عند بيته. وهنا الموضوع بيبقى مجنون شوية. لحد اللحظة دي احنا معرفناش اي حاجة عن ابسولوت جوكر قبل كده، لكن لاحظ ده هو ساكن في قلعة ضخمة زي قصر كبير، ولما بيدخل عنده خادم، الخاتم بيقول له اهلا بعودتك للقصر يا مستر جريم، حلو انك بخير رجعت اخيرا البيت، يا ترى انت جعان؟ الجوكر هنا بيرد عليه لا انا لسه واكل. طبعا هو اكل الراجل اللي كان على الجزيرة. وبيكمل عندي خطط اعملها، لو احتجتني هتلاقيني في الكهف. يعني هو عامل نسخة من بات كيف بس بطريقة الجوكر. فاحنا كده نكون وصلنا لنهاية قصة ابسولوت جوكر، الوحش اللي ضحكته بنسمعها بس لما يبقى فات الأوان، واللي أثر على العالم كله بطريقة مجنونة ومظلمة. الجوكر هنا مش مجرد عدو، ده كابوس حي عبقري ومخيف أكتر من أي حد ممكن تتخيله. وكل خطوة عملها وكل خطة بتأكد إن العالم مكان مش آمن أبدا، حتى لو كنا فاكرين نفسنا مسيطرين. كالعادة بقى استنى في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لك عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.